قعدت عام وانا نستنى باش نجي لمعرض الكتاب. الانطباع تاعي غير نجي متحمسه. الوغ شريت 3 كتابات. الاول ابن القيم الداء والدواء، شريته يهضر على المعصيه وعقوبه المعصيه. بالك الا قدرني ربي ما نديرهمش كي نقرا العقوبه تاعهم. شريت كتاب ولا سوف يعطيك ربك فترضى، عطيني الغلاف تاعو صراحه جامي شفتو بصح عطيني جبتو. والكتاب الثالث شريت روايه اسمها حب قاتل، ثاني اثيرتني الاخر تاعها، والمراه اللي كتبتها ثاني كانت معانا ومضات لنا في الكتاب وهضرت لنا على الكتاب. هذه هي. عندك حس المطالعه موالفة وي بزاف، كل عام نجي لهنا، كل عام نجي لمعرض الكتاب، ومام اذا ما جيت نشري بزاف في المكتبات. فوالا هذه هي. واش رايك في قيمه الكتاب مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ تسمى اسكو فقد القيمه تاعو ولا ماشي بزاف، مازالها لا فالور تاعو؟ ماشي بزاف، باسكو كاين اللي راهم يقراو دوكا بي دي اف، يقدروا يقراو من التليفون اذا ما جاوش. ما نشوفش بلي فقد القيمه تاعو الكتاب في لي ريزو سوسيو. السلام عليكم، معكم كوثر غندوز، طالبة بكلية علوم الإعلام والاتصال. كما على بالكم رانا نشهد حدث مهم ألا هو معرض الكتاب الدولي. كان معرض جد منظم، أجواء جد رائعة، معرض يشم فيه رائحة الكتب. أنا اليوم جيت خاصة باش نشري كتاب أتاكور لصانع المحتوى ميناز، جيسبر راح يفيدني بزاف. واش هي الحاجه اللي خلاتك تشري هذا الكتاب؟ العفسه اللي اثرت فيك؟ صانع المحتوى ميناز كما على بالنا انه يدير محتوى سياحي، فيضم كل انواع الرحلات اللي راح شاهدهم ميناز. شكرا.